السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شوفوا لي التعليكه اللي كاينه في هذه الفطائر. الصراحه وصفه سهله دغيا كتوجد العشاء، ما تشبعوش منها. تبعوا معايا الطريقه، نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجينه غادي نحتاج الخميره، المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. وغادي نحتاج كاس ديال الحليب دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، غير دافي. والسكر سنيده. دابا غادي ناخذ البول ديالي ندير فيه الخميره هي الاولى، نزيد عليها السكر سنيده وكاس الحليب اللي خاصو يكون دافي. نخلط المكونات مع بعضياتها مزيان. بالنسبه للحشوه راه سهله، فقط بجوج مكونات. دابا نخليها تختمر ما بين 3 دقائق حتى 5 دقائق، غير باش تفاعل ليا ديك الخميره مع الحليب. بين ما دازت 5 دقائق نقطع معكم البطاطا ونعاود لكم واحد القصه عاودتها ليا ماما. هذه واحد السيده مزوجه بواحد السيد، في الاول كان ما عندهمش، الحاله ضعيفه، وصبرت معاه وكافحات حتى ولاو ميسورين. دازت اعوام واعوام، كبروا في العمر. ناض هو بغى يتزوج عليها بوحده باقا صغيره، هي ما عجباش الحال. قالت كيفاش انا صبرت معاه هاد المده كامله ودوزنا في الاخر يتزوج عليا، حتى لهادي لا. المهم بحثات مزيان شكون هادي اللي بغى ياخدها، لقاتها كتمشي لواحد الحمام مع ماماها ديما. صافي حتى هي مشات لداك الحمام باش تشوفها كي دايره، لقاتها تبارك الله زوينه. اشنو مشات دارت؟ مشات عند الطيابه ديال الحمام، قالت لها غتقضي ليا واحد الغرض وغنعطيك اللي بغيتي. قالت لها اما هو، قالت لها غتجيبي ليا الوسخ ديال ديك البنت وشعرها ضروري. قالت لها الطيابه لا ما نقدرش، هادشي كيعصي الله. قالت لها فكري وردي ليا. المهم الطيابه حتى هي الله يحسن العوان ما عندهاش. صافي وافقات في الاخر، عيطات ليها قالت لها واخا. تسنات ديك البنت حتى جات مع ماماها، خدات ليها الوسخ والشعر وداتهم الاخرى عطاتها الفلوس. واحد النهار الام جات غير راسها للحمام. بالنسبه للقصه غادي نكملها لكم من بعد. دابا ندوزو للخليط ديالنا، ها هو اختمر. غنزيد عليه 3 ديال المعالق كبار د الزيت البلديه، نضيف عليها قبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البصله بودر، معلقه صغيره ديال القزبور يابس، نص معلقه صغيره ديال الثومه بودر. صافي هنايا نخلط المكونات. الا عندكم مايونيز ديروه، انا لقيتو سالالي. هنايا غادي نزيد دقيق كيف ما قلت لكم، مقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. بالنسبه للزيت من الاحسن ديروا زيت الزيتون حيت غتعطي بنه، لان الحشوه ما غيكون فيها لا منسمات لا والو، كلشي غيكون في العجين الا لاحظتوا. نكمل لكم القصه. خليتها في واحد النهار الام جات غراسه للحمام، سولاتها الطيابه قالت لها فين بنتك. المهم انا غتشوفوني هنايا كنجمع العشينه بشويه غير باش نعاود لكم. قالت لها راها مجبده في الفراش ما كتحركش، عييت ما ندور بها والو. قالت لها الطيابه ديني نشوفها. مشات معها شافتها، قطعت لها في قلبها. مشات الطيابه عند هذيك اللي دارت لها هادشي كامل، قالت لها يا اما تحبسي هادشي يا اما غنعاود كلشي لراجلك. صافي انا ما بقى عندي ما نخسر. السيده خافت، قالت لها واخا. صافي مشات فسخات كلشي، وعاد البنت رجعت بخير وكيف كانت. المغزى من هاد القصه بقاو تحضيو راسكم، لينا في واحد الزمان ما كنعرفوش الدقه منين كتجي. المهم هذه هي القصه. صافي هنايا نجمع العجين ديالي، انا لقيته مازال كيتلصق. وزدتو الطحين، دهنت البول ديالي بالزيت، نغطيها ونخليها عاوتاني تخمر. ندوز دابا نكب البطاطا ديالي في بول اخر ونمعسها مزيان. راس لقتها بلا ملح بلا والو، من الاحسن تمعسوها وهي باقا سخونه حيت الا بردات غادي تقصاح. بالنسبه للقصه اللي عاودت لكم، نوصيكم بواحد الحاجه، صلاتكم الصلاه ثم الصلاه والاذكار. شتي واخا تقطعوا وترجعوا راه ماشي مشكل، واحد النهار صافي ما عمركم غادي تعاودوا تقطعوها، ربي راه كيشوف وكيغفر لينا. انا هنايا غادي نزيدها في فرماج فومي، تقدروا ديروا لا داند فومي، تقدروا ديروا شاركوتري، تقدروا ديروا موتزاريلا، تقدروا ديروا الكفته،
لا دانت، اي حاجه نتوما كتبغيو وكتفضلوها ديروها. هنايا غادي نجمع الحشو ديالي على شكل كره ونخليها على جنب، وندوز دابا خديت الطاوه ديال الفران ندير فيها بابي كويسون وندير فيها العجينه. تقدروا ديروا طاوه مربعه مستطيله دائريه اللي عندكم متوفر، ونبقى ندلكها هكا مزيان، ومن بعد نزيد عليها الحشوه اللي صايبت ونسدها من الجناب بحال هكا مزيان. ونعاود نبسطها، نبدا من الوسط باش ما تجينيش جهه طالعه جهه هابطه، نبسطها مزيان في الطاوه ونركزوا على الجناب. صافي هنايا من مور ما بسطتها مزيان من الاحسن ما تجيش غليظه بزاف، حيت غادي نعاود نغطيها ونخليها تختمر. غادي تاخذ لكم ما بين 20 دقيقه، نص ساعه حتى لساعه على حسب الجو. كيف ما كتشوفوا معايا صافي اختمرت. غادي ندخلها للفران غير من التحت على درجه الحراره 180، طيب على خاطرها عاد شعلوا الفوق. هنايا خرجتها من الفران طابت وتحمرات من الفوق، عاد ندير لها صفر ديال البيض ندهنو بها كامل ونعاود ندخلها للفران. صافي هنايا من مور ما تحمرات المره الثانيه غادي ندير من فوق هذا الفرماج اللي حكيت معكم قبيله، نحاول ندير حتى من الجناب ونعاود ندخلها للفران. بصراحه الا كان سخون غير طفيوه، راه غير ديك السخونيه ديالو يعني داك الصهد ديالو كافي باش تذوب. هنايا خرجتها وغادي نقطعها معكم على هذا الشكل. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي معلكه بالفرماج وديك النكهه ديال الفرماج فيمي كتجي خطيره. اللي تجربوها خليو لي اراء ديالكم في لي كومونتير وقولوا لي شي وصفه اخرى بغيتوني نجربها. خليتكم على خير.